السلام عليكم. تعالوا بينا كده النهاردة ونعمل حواوشي زي اللي احنا بنجيبه من بره واحسن كمان. هنعمله مع بعض كده بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهيطلع تحفة، وكمان اللحمة هتكون مستوية جدا وطعمها خطير. تعالوا نشوفوا الطريقة مع بعض، بس لو أول مرة تشوفوني أنا أسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تحطولي لايك. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت معايا بقى كده كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة، عليهم كده حوالي 150 جرام من الدهون. حطيت بقى عليهم كده بصلتين كبار أو 3 بصلات يكونوا حجم وسط، ومعايا كمان فلفل ألوان، فلفل أخضر وأحمر، ومعايا كمان طماطميتين اتنين مقطعهم صغير كده زي السلطة. وهنزل عندي بقى بشوية ملح وفلفل أسود وشوية بهارات كده مشكلة. اهم حاجه كده متزودوش البهارات والتوابل بتاعتكم في اللحمه علشان متغيرش طعمها. انا عايزه كده وانا باكل احس بطعم اللحمه، ملاقيش كده طعم البهارات والتوابل هي اللي غالبه على اللحمه. هعجن بقى كده كويس جدا اللحمة والخضار مع بعض كده لحد ما يتداخلوا مع بعض كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. خلاص كده هحضر بقى معايا كده العيش اللي انا هحشي فيه اللحمة. اذا كان عيش بقى شامي او عيش بلدي زي ما تحبي. انا كان عندي عيش شامي كده في الفريزر، فطلعته لحد ما فك معايا، وبدأت اخد كده كورة من اللحمة دي كده وافردها كويس جدا جوه العيش بالشكل ده. مش عايزة بقى كده سمك اللحمة يكون تخين قوي في العيش علشان يستوي معايا، وفي نفس الوقت مش عايزاه يكون رفيع علشان احس بطعم اللحمة كده في قلب العيش. يعني خليكوا كده وسط. بوزع بقى كده اللحمة كويس جدا في العيش كده زي ما انتوا شايفين، ولو العيش عندكم مقطع او اي حاجة مش هيجرى اي حاجة، في الحواوشي بيبقى حلو جدا. طعمه مش بيبان خالص ان هو مثلا كان بايت او مفرول عندكم او اي حاجه من دي، مش بيبان خالص في الحواوشي. فلو عندكم عيش كده يعني بايت فمش عايزين تاكلوه، ممكن تعملوا بيه الحواوشي بيبقى تحفه. هخلص كده بقيه العيش اللي عندي، واللحمه دي هيفضل كده منها ربعها. يعني انا عملت كده حوالي 16 رغيف من الحواوشي، وفضل ربع اللحمه عندي كمان هشيلها استخدمها في اي حاجه تانية، بس العيش اللي هو الصغير خالص. خلاص كده خلصت كل كمية العيش زي ما انتوا شايفين، وانا هنا بحط بقى العيش كده على الصاج اللي انتوا شايفينه ده. طبعا احسن كتير لانه الصاج ده كبير فبياخد كل كمية العيش، ما بتعوزيش بقى كده توسخي صواني كتير وكده، فبياخد كل الكمية كده مرة واحدة في الفرن. هجيب بقى كده العيش وبدهن كده عليه شوية من الزيت على السمنة، انا حاطة في الطبق ده زيت على سمنة، وبدهن كده وش العيش واقلبه على الجنب التاني، يعني بدهنه من الوش ومن على الظهر بالشكل ده. هخلص بقى كده بقية الكمية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هدخلها الفرن كده على درجة حرارة 170، طبعا بكون مولعة الفرن قبلها ب5 دقايق كده يسخن. بدخل الصينية دي كده في الرف الوسطاني، بكون مولعة من تحت بس لحد ما ياخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بقلبه كده على الجنب التاني، بعد ما يحمر كده من الجنب التاني برجع اقلبه على الجنب اللي هو كان عليه في الاول علشان اللحمه تستوي معايا ويبقى كويس كده واخد لون حلو. هو هنا مصفر كده فانا عايزاه كمان يحمر اكتر من كده. النار كده تكون متوسطة ما تكونش عالية، علشان لو بقت عالية العيش هياخد لون بسرعة وتلاقي اللحمة مستوتش جوه، فانا عايزاه يبقى مستوي كده وطعمه حلو. هنا بقى بعد ما طلع من الفرن بيبقى العيش مقرمش شوية، اللي بيحبه كده مقرمش هياكله كده على طول. حباه يكون طري فانتي هتحطيه كده في حلة او في صينية على بعضه وهتغطيه، هيبقى معاكي كله طري وزي الفل. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.